جيهان قربت من الست نعمة وهي بتلومها وبتقول: ليه كده يا مرات عمي؟ ليه ضربتيها وجعتيها قوي؟ بقول لك ايه يا بت، خليكي في حالك، روحي شوفي وراكي ايه، ما تتدخليش في اللي بيعملوه الكبار. وبعد شوية جيهان دخلت عند عطر أوضتها، مسحت دموعها وحضنتها، وعطر ردت عليها وقالت: أنا كويسة يا خيتي، ما تخافيش عليا انتي، ما انتي عارفاني زين، مش حديت مرات عمي الماسخ هو اللي هيأثر فيا. أنا خلاص خلصت غسيل المواعين وهروح أذاكر هبابة. سابتها قبل ما ترد عليها، وفجأة بتدخل نرجس على الست نعمة وهي لسه قاعدة وحاطة رجل على رجل. ازيك يا خالة؟ كيفك؟ ما بتجيش حدانا ليه؟ تعالي يا حبيبة خالتك، أنا زينة يا بت، بس الدنيا مشاغل عاد. انتي بقى كيفك وكيف أمك؟ طمنيني عليكم. الحمد لله بخير، تسلمي يا خالة، أنا اشتقت عليكي، قلت أجي أشقر عليكي وأشوفك. أمال عبد الملك وينه؟ كيف صحته؟ يا بنتي يا بكاشة، قولي بقى إن أنت جاية تشوفي عبد الملك، مش جاية تشوفي خالتك. ها؟ لا والله أبدا، ده أنا حتى جاية أطمن عليكم كلاتكم. إيه يا خالة، ما تفهمنيش غلط عاد. فهمت يا بت، جاية ليه؟ بقول لك ايه، الموضوع ما هوش عايز وضوح اكتر من كده، اللي في قلبك باين وظاهر ويفهموا حتى لهبل العبيط. حكم انت مدلوقة على عبد المالك وهتموتي عليه. يوه بقى يا خالة، ما تكسفينيش عاد، ولما انت خبرة كل حاجة يبقى بتتحدثي وتحرجيني ليها عاد، ما انت عارفة انني بتكسف. لا، ما تتكسفيش يا عينين خالتك، وما تخافيش يا بت، قريب قوي هتبقي مرة ولدي عبد المالك. ماني بردك ما هلاقيش احسن منيكي للدكتور عبد الملك ولدي. واه، قولي والله يا خالة بتتحدثي صح، يا ربي ما كنتش بحلم عاد. لا، ما بتحلميش يا بنت اختي، انتي على ارض الواقع، بس استني شوية كده وهناجي نطلب يدك. حضنتها نرجس وقالت: يا حبيبتي يا خالة، ربنا يخليكي ليا يا ست الكل. بقول لك ايه، انا اطمنت عليكي، هستأذناني بقى دلوقتي. وفي الوقت ده كان الدكتور عبد المالك رمى نفسه بتعب على كرسي في طرقة المستشفى. قربت منه ممرضة اسمها نهى: يلا يا دكتور، كل حاجة جاهزة عشان العملية عاد. دي آخر عملية النهاردة يا نهى، ولا فيها عمليات تاني؟ عشان أنا خلاص فصلت، مش قادرة أقف على رجلي. خلاص يا دكتور، دي الأخيرة إن شاء الله، وبعدها حضرتك جدولك خلص على كده. خلص اليوم وعبد الملك خلاص خلص معاه. طلع برا المستشفى وقابل محمود: انت مروح على كده ولا ايه يا عبد الملك؟ ايوه يا واد عمي مروح، وانت كمان اظنك خلصت. بقول لك ايه، امسك مفتاح العربية، سوق انت عشان اني مش شايف قدامي. ركبوا العربية وهم سايقين، محمود بيبص لعبد الملك وبقول: شكلك تعبان قوي على كده، خد لك اجازة وريح كام يوم. اخد اجازة كيف يعني؟ وكيف اريح كام يوم؟ داني باخد يوم الجمعة اجازة بالعافية، ولو في حاجة طارئة لازم أنا اروح المستشفى. ماشي يا سيدي، ما هو ده بسبب حبك في قسم الجراحة العامة، شيل بقى. طب سوق وانت ساكت يا طور، عشان يمكن اخليك بعد دقايق تحت يدي في العمليات. لا خلاص يا دكتور، اسكتنا، الطيب احسن. الاتنين وصلوا البيت، وعلى السفرة جيهان بتقول: طب والله حماتكم بتحبكم، يلا يا اخواتي اغسلوا يدكم وتعالوا عشان الوكل جاهز. وبعد دقايق الكل متجمع على السفرة في البيت الكبير قوي. عبد المالك عيونه بتدور عليها: امال فين عطر؟ ما بتاكلش معانا ليه؟ ام نعمة بحقد: وانت مالك ومالها، خليك في حالك احسن. خليني في حالي كيف يما، دي بنت عمتي الله يرحمها وامرها يهمني. الجد عبد الغني: ربنا يبارك فيك يا ولدي، وانت يا نعمة عايزة تقسي عبد المالك على اهل بيته ولا ايه؟ والله عالي يا نعمة، والله واطلع لك حس.
نعمة كانت خايفة جدا من عبد الغني. واه، أنا مش قصدي كده يا عمي، ما تفهمنيش غلط. جيهان ردت وقالت: ممكن تهدوا يا جماعة، عطر في أوضتها بتذاكر، أنا روح دندهلها عشان تتعشى، قالت إنها مش جعانة. طب بقول لك إيه يا جيهان يا بنت عمي، حط العطر الوكل بتاعها واني هاخده اطلعهولها بنفسي. نعمة بصوت واطي: واه، امال ايه، اصل انت الخدام اللي جابهولها ابوها بنت الشحات. الحاج عبد الغني رد وقال: بتقولي ايه يا نعمة، اصل شايف خشمك بيتودود عاد، لو بتتكلمي في حاجة على حسك خليني اسمعك. ها، لا يا عمي، ما قصدش حاجة، ما قلتش حاجة واصل. وفوق في غرفة عطر عبد المالك خبط عليها: يوه، فيه ايه يا جهان، قلت لك مش عايزة اكل، حمليني لحالي عاد، عايزة اذاكر بقى. انا مش جهان، انا عبد المالك، ممكن ادخل؟ عطر بسرعة جريت على الطرحة ولبستها. إيه، اتفضل ادخل، لازمك حاجة؟ مش عوايدك يعني تيجي حدي؟ لا ابدا، بس اني ما شفتكيش على عشاء، قلت لازم اني اجي بنفسي واديكي عشاكي. بقول لك ايه يا عطر، من هنا ورايح ما فيش نوم من غير ما تتعشي، انت فاهمه ولا لا؟ كتر خيرك يا دكتور عبد المالك، ما كانش له لزوم. واه، مالك يا عطر، مالك بتتحددي معاي وانت مغطيه وشك بالطرحه؟ شد الطرحه دي وريني وشك، ولا ما انتيش عايزه تبصي في وشي؟ واه، ايه اللي في وشك ده؟ كيف ما يكون حد ضاربك بالقلم على وشك؟ فيه ايه يا عطر، مين اللي عمل فيك كده؟ هتقولي على طول ولا انزل اني واعرف بطريقتي؟ ما فيش حاجة يا دكتور عبد الملك، كل الحكاية يعني ان... ما تكدبيش يا عطر، قولي مين اللي ضربك بالقلم على وشك حالا عشان اعرف اجيب لك حقك. ما هتقدرش يا عبد الملك، عشان اللي ضربتني على وشي هي امك، امك اللي بتقول ان امي ماتت وابويا الشحات رماني عشان يروح يتجوز، وانتوا اللي ربيتوني، عشان كده انا مش متربيه، يرضيكي كده؟ معلش يا عطر، أنا خابر إن أمي قاسية حبتين وطبعها حامي، بس عشان خاطري أني المرة دي سماح، وما عنتيش ترد عليها، أنا عارفك عينك قوية ولسانك متبري منك حبتين، بس مش كل الناس هتستحملك كيف عبد المالك. حقك عليا، وأنا هكلم أمي وهجيب لك حقك. يلا بقى، جربي من الوكل دي وكلي، ولا تحبي أشمر دراعي أني وأقعد أوكلك في بقك عاد؟ لا، كتر خيرك يا دكتور عبد الملك، روح انت واني هتعشى. لا، ما نزلش، اني هقعد جارك لحد لما تاكلي. قعد عبد الملك وهو ببص العطر وهي بتاكل، والأول مرة عطر تحس إن في حد في ظهرها وفي حد مهتم بيها. مرت الليلة بسلام، وتاني يوم نعمة كانت متضايقة جدا لأن عبد المالك نبه عليها ما تجيش ناحية عطر. حطوا الفطار على السفرة ونزلت عطر وهي لابسة هدوم محتشمة جدا. صباح الخير يا جدي، صباح الخير يا دكتور عبد المالك، صباح الخير يا ست نعمة يا مرات عمي. صباح النور، هو احنا مش هنخلص بقى من حديث موال الجامعة كل يوم والتاني؟ ليه يما، هي شاطرة ولازم تحضر محاضراتها، وبعدين الكلية بتاعتها صعبة، ما ينفعش تقعد وتذاكر في الدار. بقولك ايه، يلا كلي لقمة على السريع عبال ما اطلع العربية عشان هوصلك. خرجت عطر بسرعة بعد ما فطرت وركبت معاه في العربية، فضلوا يتكلموا ويضحكوا واداها فلوس. أول ما وصلت الكلية خبطت في الدكتور خالد اللي تقريبا كده كان مستنيها. واه، أنا آسفة يا دكتور خالد، خبطت فيك من غير ما أخد بالي، حاجك عليا، عن إذنك بقى، حكماني مستعجلة قوي. استني يا أنسة عطر، هو أنتي ما جيتيش امبارح ليه؟ مش المفروض كان عندك محاضرة اللي امبارح؟ معلش عاد، كنت تعبانة هبابة وما جيتش، هبقى أخد المحاضرة كلها من دينا صاحبتي. لا، ملوش لزوم، أنا أصلي جهزتلك المحاضرة أهي، وأي حاجة تعوزيها ابقى اطلبيها مني. بقولك إيه يا عطر، أنا كنت عايزة أتكلم معاكي في موضوع مهم جدا.
موضوع ايه بس يا دكتور خالد؟ بقول لك متأخرة قوي، بالإذن نبقى نتكلم بعدين. في الوقت ده كان واقف واحد ورا الشجرة وماسك الموبايل وبصور عطر وهي واقفة مع الدكتور خالد، وصورها كمان لما خبطت فيه. مر اليوم بسلام في الجامعة، لكن تاني يوم عطر كانت داخلة الكلية. أول ما دخلت لقت الشباب واقفين هما والبنات وبحدفوها بأزايز المية وبيتكلموا بيقولوا: والله عاد بنت الأسيوطي جابت العار، الست هانم المؤدبة اللي ما بتكلمش حد. بقول لك ايه يا بنت انتي، الجامعة هني للبنات المحترمة، البنات اللي طالعة من عائلات محترمة، عشان الصعيد ما يتلوثش باللي شبهك. ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا بتقولوا ايه؟ ايه الكلام ده كله؟ دينا جريت على عطر وهي بتقول: انت جيتي يا خيتي، شفت المصيبة؟ افتحي جروب الجامعة وشوف المكتوب عنيكي وشوف الصور اللي نازلة. عطر اتفاجئت لما شافت الصور والكلام اللي زي الزفت، والطلبة اللي عاملين تجمع وعمالين يحدفوها بقى زي المية. وفجأة عبد الملك في المستشفى الموبايل بتاعه بيبعت رسايل كتير جدا وكأنها فضيحة ونازلة من السماء. أما أحمد أبو عطر هو كمان بيتبعت له رسايل كتير جدا، وفي ثواني الفضيحة بتوصل البلد كلها. يا ترى عطر هتواجه ازاي؟ يا ترى مين اللي بيعمل فيها كده؟ ويا ترى نعمة ليها دخل بالموضوع، ولا مالك هيسيب معشوقته إنها تتفضح، ولا النار هتهدى في بيت الأسيوطي؟ استنوني بكرة في حلقة جديدة.